عملت طريقه انما ايه حكايه. بصوا بقى على القرمشه، هوريكم قبل الفيديو ما يبدا القرمشه يا جماعه. سامعين ولا مش سامعين؟ خرابي على جمالها وطعمتها. بص 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 الجمال. الله 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 يا خراشي، سخنه مولعه مش قادره افتحها بجد والله. طريقه سهله وحلوه، وفرحي ولادك واعملي احلى كنتاكي في البيت. هاتلهم محل كنتاكي عندك في البيت، ولا تقولي لي كنتاكي ولا ويزو ولا اي حاجه خالص. يلا كده حضرت فرخايه، وجبت كمان عليهم كيلو وراك، ورحت مقطعاهم ومخرماهم كده بالسكينه، وعملت لهم محلول كده حلو قوي، عباره عن نص كوبايه خل، معلقتين سكر، معلقتين كبار من الملح، وركنتهم 5 ساعات. دلوقتي صفيتها بقى بعد 5 ساعات، صفيتها كويس وحطيت البهارات بتاعتي، بس خليت معلقتين كده على جنب. دعكت الفراخ بتاعتي كويس قوي وركنتها في التلاجة ليلة كاملة. دلوقتي بقى هنحضر الخليط بتاعنا. خدت من البهارات اللي انا خليتهم المعلقتين، حطيتهم على الدقيق والنشا وقلبتهم كويس. يعني الدقيق معايا بقى متبهر كده بالبهارات اللي احنا عاملين بيها الفراخ بتاعتنا. الفراخ بعد تاني يوم انا طلعتها من التلاجة، وابتديت دلوقتي ان انا على طول احط في الدقيق اللي احنا عملناه، وجبت ازازة مية ساقعة متلجة حطيتها هنا زي ما انتوا شايفين، وابتديت انزل فيها الفراخ واطلع بالمصفى كده وارجعها تاني للدقيق بتاعنا. زي ما انت شايفة كده، حاجة بسيطة كده وسهلة خالص، ما فيهاش اي حاجة. هتحطي في الدقيق وهتطلعي من الدقيق تحطي في المية الساقعة المتلجة دي، وتقومي مطلعوها كده بالمصفى، وتاخدي تاني تحطيها في الدقيق. يعني بناخد من هنا نحط هنا، وناخد من هنا نحط هنا. بس كده. دلوقتي انا خليتها ساعتين كده في التلاجة عشان الكفر بقى اللي احنا عملناه ده كده يتمسك في الفراخ وتبقى رهيبة. في زيت غزير على النار حطيت الفراخ بتاعتي وغطيتها، والنار عالية مش واطية. هنا بقى هنعمل الرز. المقادير بتاعتي والبهارات بتاعتنا مكتوبة على الشاشة، برضو صوريها سكرين. وابتديت كده نزلت معلقتين سمنة ورحت مقلباهم فيها البهارات كده، ريحتها طلعت اتحمصت بقت واو واو واو. قلبت فيها الرز بتاعي كويس قوي، وبعد كده نزلت بالمية السخنة وسبته على نار هادية بقى، غلى غلوة واتنين، وسبته على نار هادية لحد ما يتشرب بقى الرز بتاعي كده ويفلفل ويستوي. انا بقى هنا رجعت تاني للفراخ بتاعتي، عريت الغطا، يعني شلت الغطا، وبعدين ابتديت اقلبها ورجعت تاني غطيتها تاني على الوش التاني. دلوقتي خلاص استوت. يعني انا بقلب فيها، ما توطيش النار، يعني النار بتاعتك ما تبقاش واطيه قوي وما تبقاش عاليه قوي، بس كده اهو. بس اهم حاجه ان انت تحطيها في حاجه تكون متغطيه، لان هي دي بتخلي الفراخ بتاعتك من جوه بتستوي، بتبقى حلوه قوي. يعني هنا شغاله وهنا شغاله. حطيت شويه كده في القلايه الهوائيه طالعين زي ما انتوا شايفين كده، حاجه عسل. انا عملت نص في الزيت ونص في القلايه الهوائيه، طالع الله اكبر. وبعدين بقى الرز بتاعي استوى، ويا جمالك يا جمالك يا موحة على رزك المفلفل العسل. عملته كده هو بشكل حلو كده بقى. ما انا بقى ايه بحضر لهم يعني بظبط لهم الطاسه، ظبطت لهم بقى ايه كده هوت الشكل بقى والمنظر، عشان ايه يعني اكنهم قاعدين في المحل. قلت يا بنتي يلا دلعيهم دلعيهم. وقلت بقى خلاص طالما بقى كده بكده وتكلفة بتكلفة، عملت لهم الصوص الحلو ده بقى عشان احطه على الرز كمان. وكمان فتحت على بطرمان الليمون، وخدت كمان شوية من الزيتون. يلا بقى خليهم بقى يفرحوا. مش قلت لكم هبهركم؟ لا وايه التقيل بقى التقيل. عملت لهم صينيه كيك بالشوكولاته، حكايه بجد كانت. يلا بقى جربي الطريقه وقولي لي رايك.